اهلا بيكم. يا سلام على طاجن التورلي الدايب اللي هيشرفك على سفرة رمضان وعلى اي سفرة تحطي عليها. طاجن بجد مزاج. يلا بينا نشوف طريقته، بس في الاول ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على علامة الكل عشان يوصلك الجديد كله. ويلا بينا على الفيديو. بحط في الاول الدهون اللي هي بتاعت اللحمه اللي كانت موجوده معاها، وبسيبها لحد ما تبتدي تنزل الدهون بتاعتها وتسيح بالشكل ده كده. انا هحطها بدل ما احط زيت او سمنه او اي حاجه تانية، انا هكتفي بالدهون بتاعتها ديت بس زي ما احنا متعودين. وابتدي احط اللحمه واسيبها علشان خاطر ان انا اشوحها، وبتبلها بالفلفل الاول علشان خاطر كمان اي زفاره تكون موجوده فيها تتشال، وكمان تديها الريحه الحلوه وهي بتتشوح. اول ما تبتدي تغير لونها زي ما احنا متعودين بقلبها بالشكل ده علشان خاطر ان هي تغير لونها من جميع الجهات وتدينا اللون الاحمر الحلو كأنها يعني محمرة او مشوية. الحركة ديت بتخلي ريحة اللحمة في حتة تانية خالص. بعد كده بحط لها بصل هنا مقطع مكعبات، معايا كمان توم، وبقلب كل المكونات مع بعض وهبتدي اتبل. التتبيل هنا هوت على جزئين، فعشان كده خلوا بالكم من التوابل. هنا حطيت ملح وبهارات لحمة وكمان جنزبيل وبابريكا وقرفة. انا بتبل هنا اللحمه الاول وكمان هتبل الخضار معانا، وهقلب كل المكونات مع بعض او التوابل مع اللحمه، وهحط لها ميه سخنه، وهبتدي ان انا اسيبها ان هي تستوي 3/4 سوا علشان بس تكون اللحمه واخده سوا الخضار. وهغطيها، عايزين تعملوها بالغطا العادي او بغطا الضغط مفيش اي مشكله، بس عشان رمضان الوقت بيبقى ضيق فبنعمل في السريع. هنا معايا بصل مقطع شرايح، هنا شرايح صغيرة، حابين ان انتوا تقطعوها شرايح كبيرة او حابين ان انتوا تقطعوه برضو قطع صغيرة زي ما انتوا عايزين. ومعانا توم كمان، ونفس التوابل اللي احنا حطيناها على اللحمة بنحطها كمان على البصل، وواحدة من المرقة. وبندعك البصل حلو قوي بالتوابل ومع المرقة علشان تتشرب منها ويديها طعم. لما بتتعمل الحركة دي بتفرق جدا مع طعم البصل تماما، وطعم الاكل كمان لما بيتحط عليها يفرق فيها جدا. احط طماطم مبشوره وبس بقلبها معاها، يعني انا مش عايزه ادعك البصل بيها. وهنا بقى الخضار زي ما انتوا عايزين، اي خضار متوفر عندكم في البيت تقدروا ان انتوا تحطوه. انا حطيت كوسه مع جزر مع كمان بطاطس مقطعه مكعبات مع بسله، البسله كانت مفرزه عندي، وطماطم مقطعه مكعبات برضو. وبقلب كل الخضار ده مع بعض. عندك فاصوليا تحبي تحطيها تقدري ان انت تحطيها، عايزه تشيلي اي نوع من انواع الخضار اللي موجوده مش موجوده عندك تقدري ان انت تشيليها. زي ما بنقول التورلي ده يعني اي نوع خضار انت تحبي ان انت تحطيه يقبل معاكي كل حاجه. في القرنبيط برضو، في ناس كتيره بتحب تحط القرنبيط مع التورلي بيبقى تحفه. هنا خلاص اللحمه استوت معانا 3/4 سوا. اللون الاحمر ده من البابريكا مش من الصلصه، انا لسه محطتلهاش صلصه خالص. هبتدي دلوقتي اعلي عليها النار واحط لها الصلصه. احط كميه الصلصه اللي تدينا اللون الاحمر الحلو اللي موجود في التورلي. وعلشان الصلصه بحط لها السكر، وبزود برضو ميه سخنه علشان ديت الميه اللي هتسوي فيها التورلي بقى كله. ونراعي ان الخضار كمان هينزل ميه، فلو عايزين ان الخضار ما يكونش فيه ميه كتير ما تزودوش ميه كتير. وابتدي احط الخضار بالشكل ده وابتدي اقلبه علشان بس يتشرب حلو قوي من الصلصة ويتشرب من الصوص بتاع اللحمة اللي هو اتعمل معاها. كده بقى تمام خالص. انا هنا في اللحظة ديت اختياري انا، علشان كان معايا الوقت ضيق فعلا، فانا عملتها بقطع سنكرو يا دوبك بس 5 دقايق. اول ما يبتدي الزرار ان هو يترفع، شايفين بعد ال5 دقايق يعني يعتبر الخضار
يدخل بس حاجة بسيطة في الفرن، مش هيحتاج تسوية كتير. لكن في العادي لو انت ما عندكيش غطا الضغط او حابة ان انت تسويها، يا دوبك بس تاخديها غلوتين على النار وتحطيها بعد كده في الطاجن تكمل سواها كله في الفرن. بس زي ما احنا قلنا علشان وقت رمضان ضيق فنحاول ان احنا ننجز. هنا البرام كنت مسخناه او الطاجن كنت مسخناه في الفرن علشان ما يبردش الخضار، وكمان ما ياخدش وقت طويل معانا في الفرن على بال ما يبتدي ان هو يسخن ويبتدي ان هو يسوي الخضار معانا. انا بساوي بقى كده وهزينه بس من فوق الوش كده بشرايح من الطماطم. الحركة ديت برضو اختياري، بس بتدي شكل حلو برضو، وبتديها لما بتستوي بتديها لون برضو حلو قوي للطاجن من فوق. انا مسخنه الفرن كنت حاطه فيه الطاجن، ونبتدي في الاول بحطه على درجة حرارة عالية. اول ما يبتدي الخضار يغلي معايا بوطي النار على درجة حرارة 200 او 220 حسب الفرن عندك، علشان خاطر ان هو يستوي براحته. وبتبل بس الطماطم من فوق بملح وفلفل حاجة بسيطة. خلاص هبتدي دلوقتي ان انا ادخله الفرن لحد ما يبتدي ان هو يستوي ويحمر ويبقى دايب بالشكل ده. الله عليه بجد، ريحة تحفة، شكل لوحده يفتح النفس، متحط على اي سفرة سواء في رمضان او غير رمضان. اللي ما بيحبش الخضار مع الطواجن نفسها، مع ريحة الطاجن، مع الشكل بتاعه نفسه والتسوية، تخلي الواحد ان هو يعشق الخضار بصراحة. شايفين دايب ازاي؟ خلاص الخضار استوى وما اخدش معانا وقت عشان احنا كنا مسويين وقبل ما ندخله الفرن شوية. الصوص بتاعه تقدروا ان انتوا تنشفوه اكتر من كده لو انتوا حابين، بس انا دايما بحب ان يكون فيها صوص عشان لما يتاكل مع الرز. تقدروا تقدموها مع رز ابيض او رز بشعرية زي ما انتوا حابين، او ممكن ان انتوا تاكلوها بعيش لوحديها، بتبقى مزاج تاني خالص ومزاج عالي خالص فعلا. يجي كده اللحمة كمان مع الخضار، لا بجد يعني احنا في نهار رمضان، فالواحد مش عايز يتكلم اكتر من كده. شايفين الشكل؟ خضار بجد مفيد جدا. خسارة ان اولاد كتير ما بيحبوش الخضار، فاحنا نحاول ان احنا نعمله لهم باي طريقة تكون طعمها حلو وريحتها حلوة تخليهم ان هم يقبلوا الخضار. كمان الميزة في التورلي ان هم يقدروا ياكلوا اي نوع خضار هم حابينه فيه. انا هنا كنت باكل ان كان ساعتها الاذان اذن فمسموح يعني ديت مسموحة في الحتة ديت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وحسنا تعليقاتكم الجميلة اللي بجد بتبسطني، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.